شفت يا محروس ازاي بندخلوا البضاعة؟ شفت، واوعدك يا دياب اني هتعلم ان شاء الله. اخويا جابر. لك يا سي جابر. ازيك يا محروس؟ كيفك؟ الحمد لله. مش بعادة يا دياب تاجي وتستلم البضاعة بذات نفسك. جيت افرج محروس على الشغل وبيجي واحد منينا. بالك انت دياب ده ما يعرفش يعمل حاجة واصل، لا يعرف يستلم ولا يخزن. كتيره يعرف يتفق مع الخواجات وبس وبعدين يروح ياكل حمام وينام. جابر ده ملك الدخيل والتخزين والتشوين كمان والتوزيع. ولا نسيت اياك؟ لا ما نسيت شيء. همو يا رجاله قوام قوام. ابوك هيزعل عليك قوي يا معتصم. ايه يا باشا. خد الزبون. جابر. يلا يلا يلا. سلمها لحبي وحبك وعدي ومكتوب لي احبك. عيني عليك يا واد يا حسن. مبروك يا حسين. الله يبارك فيك يا حبيبتي، والله شفنا الموت بعينينا. بابا ما تقلقنيش عليك. لا بالعكس، ده انا عايزك تقلقي وتتخضي وترجفي كده، تعملي كده. ممكن يلا بقى عشان هنتأخر على طب العشاء. ما انا جاهز اهو. انت هتخرج معايا وانت فورمال كده؟ وانا ايه؟ فورمال. فورمال؟ ايه فورمال دي؟ انا خارج معاك بالبيجامه يعني يا سلمى؟ لا يعني بس احنا لسه في الاول، فكها شويه. افكها اعمل ايه؟ انا اروح اتعشى معاك بالمايو؟ لا يعني بس مش عارفه، يعني ممكن نلعب في صورتك شويه. نلعب في صورتك؟ يا عصلت. طب بيقولوا عليا ايه في الاداره لما يسمعوا نلعب في صورتك دي؟ ما تقلقش، صورتك مش هتتهز يا حضره الظابط. اتفضلي العبي في صورتي. عايز تعملي ايه؟ يعني ممكن نقلع الكرافات دي مثلا. نقلع الكرافات ده انا شقيت عقبال ما اجيبها. دي انا ما صدقت اربطها، ده ربطتها بتغلب يا سلمى. ممكن نقلع الجاكيت خالص. نخلع الجاكيت خالص؟ الله، انت ناوي على ايه؟ نخلع الكرافات والجاكيت هنغير يعني؟ وريني كده. ايه؟ نفك ده كمان. الزرار ده. مش كده ونفك الكمام برضه، صح؟ مش كده؟ الواحد حتى يبقى دماغك مش صارة ولا ايه؟ الدولاب عندك نقي اللي انت عايزاه يعني. انا مش انا ارمى الهدوس ترارة لم. كل العشاق خدوا مني دروس ترارة لم. نادى ملاك الموت وناديته شاتا، خط عليك يا زين، خطفك ولم فاتا، يا طين ومتربرة غطى عيون تراب، يا طين ومتربرة غطى عيون تراب.
الله يرحمك يا جابر انت ومحروس، ويفك سجنك يا دياب. وكان مستخبينا فين ده كله يا ربي؟ والله وجدكم على الطبطاب يا ولاد علام. بركة دعاوينا عليهم. تحسك يا همام لحد يسمعك. يا جابر يا ولد عمي. الله يرحمك يا جابر يا ولد عمي ويدجش الطوبة اللي تحت راسك. يا اخوي، يا ولد امي وابوي، انقطم ظهرنا واتكسر سندنا وسط الخلق. منصوري الصغير اتيتم من بدري. يا خوفي من اللي جاي، يا خوفي من اللي جاي. ربنا يفك حبسك يا دياب عشان ترجع تاخد بيدنا من النيلة السودا دي. يا حزني ويا سود ايام اللي جايه. جوايا نهر لو طلعت هتحرق الدنيا كلها. موت محروس قفل صفحة هنايا وفتح صفحة مرار اليوم الحساب. أنا اللي قلت له يروح معاهم المشوار ده. كنتش عارف إنه آخر مشوار هيعمله في حياته. أنا السبب. ليه هو بالذات؟ ليه يا رب هو بالذات؟ محروس ده كان ولدي اللي مخلفتوش. تعشمت لما يكبر ويقوى تسند عليه. ليه هو بالذات؟ ليه؟ يا ريتني مت قبل ما اشوف اليوم ده. يا ريتني مت قبل ما اشوف اليوم ده. نشفت دموعي، قلبي بيبك عليهم ده. آه مراري يا مراري يا مراري من بعدك، يا مراري من بعدك يا سي جابر. الباقية في حياتك يا سي علام. حياتك الباقي يا طاهر. يا نهار اسود، ازاي مش هملي عيني بسيدي جابر ده؟ انا حاسس ان ابوي هو اللي مات النهارده. طيب اهدى يا طاهر، مش كده؟ اهدى ازاي وانا مش هيهلاني عيشه غير باوامره. يا مراري من بعدك يا سيدي جابر. حكمة ربنا يا طاهر. يا طاهر امال راجل مش كده؟ يعني هي جت علي. سيبوني اعيط وافش غليلي. هو الكبير فين؟ الكبير فين؟ عايز اعزيه. الكبير فين؟ اكتب يا انت وهو. محدش يبكي هنيه واصل. البقية في حياتك يا سيدي منصور. مع وش كتر كلام وحديد. انتوا ايه اللي جابكوا هنيه دلوك؟ جينا نعمل الواجب يا كبير ونعزوك في ولدك جابر ونطمنوا على دياب. اياك اسمع كلمة عزا دي. حق جابر ودياب لازم يرجع الاول وبعدين نبقوا نفكروا في عزا. وحقهم عند مين يا كبير؟ عند الحكومة. الحكومة؟ ايوه عند الحكومة. مش هم اللي قتلوا ولد جابر وقبضوا على ولد دياب؟ يبقى لازم ناخد طاري منهم الاول. ايوه يا كبير، بس الحكومه ايدها طايله، ولو قابلناهم الشر بالشر هيبقى في طار بيناتنا وحمام دم ما يخلصش واصل. ما ارتاحش ولا يهدى لي بال الا لما اخد طاري من اللي اذوا عيالي. تعرف حد بعينه يا كبير؟ ايوه. قول لي عليه وانا جرجشه بسناني. الضابط اللي كان مسؤول عن العمليه. طب اسمه ايه الضابط ده؟ اسمه حسام الهلالي. يا وجعته السودة. طب قول لي هو فين وانا طخه عيارين اخد بطار سيدي جابر. اخرس. انت مين انت عشان تاخد بطار جابر؟ كل شيء باوان. هو لسه في الميري، يبقى لازم نرتبه ترتيب علشان ما نضربه ضربتنا
وناخده طارنا من غير الحكومة ما تمسك علينا زلة. هو ده الكلام الموزون يا سيدي الناس. أيوة، بس لازم نعرف الأول مين الخاين اللي واشى بينا عند الحكومة، مين الجبان اللي دخل الحكومة وسطينا. لازم نعرفه علشان ما صب شر جوه حلقه واخرسه طول عمره. ويا ويله مني، يا ويله مني. اكلة سمك بقى. حسام باشا، ازي حضرتك؟ المكان كله نور. اهلا وسهلا. انا ابراهيم يا فندم، حضرتك نسيتني ولا ايه؟ ابراهيم؟ ايوه، حضرتك اللي شغلتني هنا ووصيت عليا المستر فؤاد ومدام جيهان علشان اشتغل. ازيك يا ابراهيم؟ تمام الحمد لله. الحمد لله حبيبي، عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام، ربنا كرمني الحمد لله وخطبت وان شاء الله هتجوز قريب. بسم الله ما شاء الله، مبروك يا ابو خليل. الله يبارك فيك، طبعا كل ده يرجع لحضرتك وجميل حضرتك عليا. ما تقولش كده يا ابو خليل، احنا مجرد اسباب، ربنا يا عم هو اللي بيعمل كل حاجه. ربنا يخليك. بقول لك يا ابو خليل، عايز اكلة سمك بقى على ذوقك وتتوصى بالكاليماري يا سيدي، كاليماري عشان المدام ما تزعلش، ولو اسمه صبيت يعني عشان المدام بتموت فيه. ها؟ الف مبروك على الجواز يا فندم. الف مبروك يا فندم. عايز اقول لحضرتك ان زين ما اخترتي حسام باشا، يعني راجل ونعم الرجال، ربنا يا رب يسعدكم. انت كتير يا ابو خليل، ربنا يكرمك. بقول لك يا ابو خليل، توصى بقى بالاوردر بسرعه. ها؟ ومش هوصيك يعني. ها اهو واقف. ماشي، تسلم. تعالى يا حبيبي. شكله بيحبك قوي. انت عملت له ايه بالظبط؟ زي ما قالك، شغلته هنا في المحل. تعرفه من قبل كده؟ اه، قبضت على ابوه حبسته. ايه؟ قبضت على ابوه بيحبك كده؟ اه. ازاي يعني؟ بعد ما قبضت على ابوه الواد جالي واشتكى لي انه في رقبتكم لحم، وقال لي الحكايه والروايه وانت فاهمه بقى الجو ده. عملت تحريات، لقيت فعلا الواد ظروفه تصعب على الكافر. توسطت له عند الاستاذ فؤاد ومدام جيهان اصحاب المحل وشغلته، وهو الحمد لله خطب وهيتجوز وربنا كرمه. اهلا 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 حسام باشا. فؤاد بيه ازاي حضرتك؟ والله لسه في سيرتك بالخير اهو. الله يخليك. منور المحل يا حسام باشا. ازيك يا مدام جيهان؟ ازي حضرتك؟ الله يسلمك. اقدم لكم سلمى مراتي يا فندم. الف مبروك يا هانم. ميرسي. الف مبروك يا حسام بيه. لا بس انا زعلان جدا ان انت ما عزمتناش. والله غصب عني، في حاجات انت عارف في الافراح والزحمه دي بتفوت الواحد، فسامحني معلش. عموما هي ملحوقه. ملحوقه؟ ملحوقه ازاي يا فندم؟ اوردر معاليك واللي هانم، وكمان عليهم تورته هديه من المحل بمناسبه جوازكم. بس ده كتير يا فؤاد بيه، ما صحش كده يعني. بالعكس ده يصح جدا. ربنا يخليك يا فندم. ده اقل واجب نقدمه لراجل محترم وصديق عزيز زيك. ربنا يخليك يا مدام جيهان. ومبروك للمره الثانيه يا مدام. ميرسي. بجد انا بهنيكي على جوازك من حسام، ده من الناس القليلين المحترمين قوي اليومين دول. ربنا يخليك يا فندم. طب ما تتفضلوا يا فندم معانا. لا 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 لا، ما ينفعش خالص، انتوا ارسان جداد، اقعدوا براحتكم كده مع بعض من غير عزول. متشكرين يا فندم. يلا عن اذنكم. يلا بون ابيتي مره ثانيه. ميرسي يا فندم، ربنا يخليكي. هو في ايه؟ انت دافع لهم كلهم فلوس عشان يتكلموا كويس عنك قدامي ولا ايه؟ حاشا لله، بمحبه والله، ربنا يحبب فينا خلقه يا رب. انت مش واخد بالك من حاجه؟ حاجه؟ اسمها جيهان. صاحبه المحل؟ اسمها جيهان. انت واخد توكيل جيهان ولا ايه؟ يا خبيث، ده انت قلبك اسود يا سلمى. واخد توكيل جيهان، ايه رايك بقى؟ البقاء لله يا معلم منصور. الباقي في حياتك يا كبير. كلنا ليها بشوات، الموت علينا حق. طبعا انت عارف ان ابنك جابر الله يرحمه مات اثناء القبض عليه. هو بيحاول يدخل كميه كبيره من السلاح لمصر بطريقه غير مشروعه، وكمان تم القبض على ابنك الثاني دياب. وده طبعا بيثير الشكوك حواليك يا كبير. حوالي يعني؟ النيابه امرت باستدعائك للتحقيق، بس طبعا بما انك كبير الناحيه فضلت ان انا اجي اقدم واجب العزاء وابلغك بنفسي. وايه المطلوب دلوقتي يا باشا؟ انك تيجي معايا على مصر علشان تحضر التحقيق. دلوقتي؟ وده وقته؟ عندك مانع يا معلم منصور؟ ايوه عندي. حضرتكم شايفين ناسنا واهلنا وحبايبنا جايين يواسونا في مصابنا، ما يصحش اهملهم وامشي. وبعد كده هنطلعوا كلاتنا على الطراشنه، هنعزوا في محروس ولد اخو صادق بيه. يبقى توعدني بعد ما يمشوا الاهل والخلان والحبايب وتعزي صادق بيه انك تيجي معانا على مصر. لو كان لنا عمر ان شاء الله. وانا في انتظارك، والباقي في حياتك مره تانية يا كبير. السلام عليكم. قدرت ايه المبلغ اللي قال لك عليه الحاج يا منير؟ طبعا يا زيزو، انا اقدر اتاخر ولا ايه؟ النهارده يا حبيبي 10 20 25 اهو. الف شكر يا منير.
ان شاء الله اول ما الظروف تتحسن نردهم لك على طول. حبيبي ربنا يسدد عليك. بس استنى من فضلك دي واحده بس عبال ربنا يسدد عليك يعني. تمضي لنا كده على الورقه دي. دي ورقه ايه؟ ده وصل امانه. انت بتخوني يا منير؟ عايز تمضي اخوك على وصل امانه؟ مش ده شرع ربنا؟ اه شرع ربنا. طب خلاص، ربنا قال ايه؟ اذا تداينتم بدين فاكتبوه، واحنا بنكتبه اهو. بس يا منير انا مركزي حساس، ودي اول مره امضي فيها على وصل امانه. يا عم فيها ايه؟ اشفط بطنك وعدي وما تخافش، اول مره ده ايه؟ وبعدين ما نضمنش بكره هيحصل لنا ايه، الموت من الحياه. ماشي يا منير، ما هو المضطر يركب الصعب. اركب يا حبيبي اركب. استنى بس متاكد يعني. بالسلامه اركب. اقعد يا معتز. سوري يا بيبي اتأخرت عليك. ولا يهمك يا حبيبتي. منير كل شويه عمال يسالني اخبار حيله امه ايه؟ عمر؟ اسم الله عليك، هو في غيره؟ ادينا اهو بحاول اقنعه يطرد السكان ويبيع العماره. عارفه لو ده حصل يا لولا يا سلام. هيحصل وحياتك عندي لا يحصل. هيطرد السكان ويهد العماره ويبيع الارض كمان. عارفه ارض زي دي في الزمالك ودلوقتي تعمل لها كام؟ ملايين ملايين يا بيبي. بس ازاي بقى الملايين دي تبقى في جيوبنا احنا؟ لا سيب ده بقى عليا انا مخططه لكل حاجه. ازاي بس يا لولا؟ لا دي بقى مفاجاه. يا خوفي من مفاجآتك لا تطلع مضروبه وتطير مننا السبوبه. ودي تيجي برضه يا مليجي، ده انا لولا وفي كل حاجه بطلع الاولى. اتفضل يا باشا. السلام عليكم يا عم جابر. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ده عمر. حيلة امه؟ اقعد مكانك، انت هتتوتر ولا ايه؟ انت خالي. قشطة عليكي، خالك وخالتك وجوز خالتك زي ما انت عايزه حبيبتي. عمر ده خالي، تعالى معرفك عليه. مساء الخير. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ ازي الصح. عمر اعز اصدقائي، خالي مليجي. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا حبيبي، تشرفنا. بقول لكم ايه بقى، اقعدوا اتعرفوا على بعض وحكوا براحتكم لحد انا ما اغير هدومي، لان انا اتاخرت قوي على نمرتي. روح انت يا بنت اختي يا غاليه، ربنا يوفقك. اتفضل حبيبي اتفضل. شكرا. وبالصلاه على النبي بقى، انت بتشتغل في ايه؟ انا بشتغل في بنك. وحضرتك؟ انا بشتغل في الاستيراد والتصدير. معلش يا حاج استناني دقيقه. السلام عليكم يا حاج. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اي خدمه هاني؟ هو الاستاذ اللي لسه طالع دلوقتي ده ساكن هنا؟ قصدك الاستاذ عمر جوز الست لولا الرقاصه؟ الرقاصه؟ ايوه ست لولا الرقاصه اللي ساكنه في الدور التاسع. بيتك يا عمر. في حاجه يا ست؟ لا انا اسفه، متشكره قوي. السلام عليكم. مع السلامه. والله ما تكسب ايدي يا باشا. ماشي. الف مبروك يا حسام. ربنا يبارك في عليك يا فندم، يبارك في ربنا وسعادتك. الف مبروك يا حسام بيه. حرامش يا رجاله، عقبال عندكم جميعا كده، نشوفكم مساعدين يا رب. ناس تترقى وناس تفضل محلك سر. انت هتبص لي في اللقمه معتز ولا ايه؟ ده اسلوب حسب غرضه النقه يا سياده المقدم. ولا ما تنساش ان انا قائد، يعني لا قدر الله المأمورية لو فاكست هتلاقيني ماسك صفارة طويلة من بتوع اسماعيل ياسين زمان دول وماشي في الشارع مين هناك؟ بعد الشر عليك يا حسن، والله انا فرحان من قلبي كأن اللي اترقيت بالظبط. ربنا ما يحرمنيش منك يا ميزو. ولا يحرمني منك يا حسن. لولاك العملية دي كانت راحت في داهية بجد، ربنا يخليك ليا. كلها يا حامد، انت بتغز التورته ما تاكلها عيدل، ده ايه يا راجل انت في ايه؟ دي طعن نافذه مش شوكه. ما هو قولك فيما هو منسوب إليك من تهمة جلب سلاح من الخارج بغرض الإتجار فيه؟ هو فين السلاح ده؟ قبضته على حاجة عندي؟ يا بيه أنا راجل كبير ومن الأعيان،
وعندي أرض وطين تكفيني أنا وعيالي طول عمرنا. ما محتاجينش نشتغلوا في الممنوعات. ما الارض محتاجه سلاح يحميها ولا ايه؟ سلاح على كد الحراسة بس، وبرخصة من عنديكم كمان، إنما تجروا فيه لا. تفسر بايه وجود ولادك الاثنين جابر ودياب في موقع التهريب؟ ده ملعوب مدبرينه ليهم ولاد الحرام. أنا خابر ولادي زين يا بيه، لا ممكن يعملوا كده. دول متلبسين يا بيه، أنا راجل كبير ما قادرش أحصي خطويهم كلها، إنما يمكن الشيطان لعب بعقلهم كده ولا كده، والله أعلم، لكن ما معقولاش. أما عن ذات نفسي أنا ماليش صالح بالحكاية دي واصل. أمرنا نحن وكيل نيابة قنا إخلاء سبيل المدعو منصور شفيع البطاش بضمان محل إقامته. اتفضل أنت. أنا بختم يا بيه. ماما أنا بقيت مقدم. ألف مبروك يا حبيبي، ألف مبروك. هو فين المقدم ده؟ بقول لك يا حسام، سلام وقولا من رب رحيم. فلوس المكافأة دي ننزل نصرفها في أي كباريه ولا حاجة. يا راجل كباريه ده أنت ظابط شرطة يا مدي. مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا حبيبي، الله يبارك عقبالك عقبالك. مبروك يا حسام. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك يا شاهين. ألف مبروك يا عم حسام يا مشرفنا. الله يبارك فيك يا متر. الله يبارك. أروح أحضر لكم الغدا بقى، زمانكم جعانين. خديني معاك يا ماما سعد. ايه؟ بقول لك يا محمد، كنت عايزك في موضوع كده. لو النبي سيبني مع حسام عشان فرحان بيه. لو النبي يا رزل روح شوف موضوع. يلا يا عم يلا. في ايه يا حسام؟ ايه محسساني ان ذئب داخل عليكي في ايه؟ ده وزعتهم لك كلهم. والله فرحان. الله يا سعيد يا رزل. حته روب غريب. الحمد لله بقينا لوحدنا. ايه؟ مفيش واحده مبروك؟ بحبك. ماشي دي انا عارفها. واحده مبروك. مفيش، بحبك. ايه الرزق؟ يا ساتر يا رب. ايوه خلاص. ايه يا زفت في ايه؟ حاجه مهمه قوي يعني؟ طيب مسافه السكه خليك مكانك. معلش يا حبيبتي انا اسف، مشوار صغير نص ساعه ولا تحضر له غدا وهاجي على طول. صد رد. نص ساعه؟ انت دايما بتقول نص ساعه على فكره. ما تخليكي واقفه مكانك كده نص ساعه هتزهقينا. بس روح، انا اروح اساعد معاهم، اساعدهم في الغدا. امشي. بطل كذب يا عمر. البواب قال لي انك متجوز الرقاصه اللي اسمها لولا وانها ساكنه في الدور التاسع. كذاب. انا كنت طالع فوق عند واحد صاحبي، وبعدين ايه الاسلوب ده؟ انت بتراقبيني؟ طب اسمه ايه صاحبك ده وساكن في الدور الكام؟ ما تتنايا ترد. انا مش عيل صغير، وعلى ما اظن انا عارف مصلحتي فين كويس قوي. عيب الكلام ده يا عمر، دي برضه اختك وانا فاهم اخوك الكبير. يعني انتوا عايزين مني ايه دلوقتي؟ عايزين نعرف انت متجوز الرقاصه دي ولا لا؟ ايوه متجوزها، وبحبها وهي كمان بتحبني، وما اعتقدش ان احنا نعرف نسيب بعض. لا هتسيبوا بعض يا عمر. مستحيل. ليه مستحيل؟ عشان كاتب على نفسي مؤخر ب250 مليون جنيه. يخرب بيتك، 250 مليون جنيه في رقاصه. اهدي يا مان مش كده. اهدى ايه؟ ده لو ماما عرفت هتموت، حرام عليك، انت متخلف. ألف مبروك يا باشا على العملية والترقية. الله يبارك فيك يا طاهر. بركه فيك. انت الجندي المجهول. ولحد امتى هفضل مجهول يا باشا؟ لحد ما العمليه تخلص. الله ما هي خلصت خلاص، خلصت يا باشا. جابر مات ودياب اتمسك. لسه راس الحيه منصور. طب بمناسبة منصور بقى يا باشا، خد بالك شكله ناويلك على نية سودة، وهو ده اللي خلاني اكلمك واجيلك. وعرفني منين؟ معرفش، بس شكله كده سأل واتطقص وعرف ان انت اللي قتلت جابر وقبضت على دياب. ماشي ماشي. خد بالك من نفسك يا باشا. ما تقلقش عليا. انا عايزك انت بقى تركز وتجمع لي كل المعلومات. عايز امسك منصور متلبس ونوصل للجماعه اللي بيتعامل معاهم بره مصر عشان نقفل العمليه على نظافه. ساعتها بقى حلو اوعدك ان انا هكلم الساده المسؤولين يرقوك ويدوك مكافاه. يدينا ويديك طولة العمر يا باشا. يعني بس كنت محتاج مكافأة كده صغيرة زي المكافأة اللي سيادتك خدتيها. اصبر بحوشهم لك عشان يملوا عينك الفارغة. طب ان شاء الله ورك فارغة حتى اصبر به نفسي. يعني مش مكفيك اللي بتهلبه من منصور وعياله؟ ماني لازم انا اعمل كده يا باشا عشان يصدقوا انني معاهم. طب اخويا استنى. يا ساتر على الدناوة. ايوه كده يا باشا. خد ال500 دي حل بيها بقك.
وهو البق ده برضه يا باشا يتحلى بخمسينايه. ده اقل تورتايه النهارده باكتر من 100 جنيه. تورتايه؟ بلاش تورتايه، خليها عسليايه، هي افيد ليك ولصحتك بدل ما تتخن. حكيم انت لما بتتخن مخك بيتخن. سلام. سلام يا باشا. ماشي. يا واد يا فتحي، انت يا زفت. ايوه جاي. ايوه يا شيكام. هات لي واحد شاي سكر بري. ما هو انت لو تقول لي عايز سكر قد ايه كنت احط لك. اني لما اقول لك سكر بري يبقى سكر بري. ما هو انت لو بتحط معلقه واحده او حتى معلقتين كان ماشي، انما انت بتحب في السكر كله والباقي بتاخده في قرطاس. انت يا واد انت عايز تشربني على مزاجك؟ اني هنا بقعد بفلوس. فلوسك؟ فلوس ايه يا ابو فلوس؟ ده انت عندك 52 جنيه وربع جبت مشاريب قديمه ومش عايز تدفعهم لحد دلوقتي. ليك وهتاخد وعليا هديك. ما بسمعش منك غير الكلمتين دول. يا واد ده انا بحوشهم لك، عايز اديهم لك لوكشه واحده. ده كلام. انت واد انت بقيت لمت كده ليه؟ طب عليا النعمه لو ما جبت لي شاي سكر بري لا اشتكيك لاخويا طاهر ويعتج لك انت واللي يتشدد لك. وعلى ايه؟ وعندك واحد شيخ اخو الباشا الكبير بتاعنا. ده شكل بالي كامل. عاطف، سايبك بقالي 5 سنين وارجع الاقيك لسه قاعد على القهوه في كفر الور شبين القناطر القليوبيه. نعمل ايه بقى؟ انما انت وحشني، قول لي عامل ايه؟ زي ما انت شايف. ايش عليا النعمه انا معرفتك. اصل سافرت ايطاليا، ربنا كرمني وعملت قرشين. ايطاليا مره واحده؟ طب اقعد رسيني. شوف يا سيدي، انا قعدت في ايطاليا 5 سنين كانوا على جنب واحد. ربنا كرمني حوشت قرشين، اشتريت فدانين وبيتين وجبنتين وتوك توكين، واحد ليا والتاني لسعد اخويا. هو انت يعني ناوي تشتغل على التوك توك دي؟ اشتغل ايه؟ انا بقول لك معايا فلوس ياما تشتري اسطول تكاتك. امال انت جبته تهبب بيها ايه؟ ملاكي، حاجه خصوصي بالسواق، تحب افرجك عليه؟ يلا بينا. يلا. الشاي. سك على الشاي هلا وخلي الباقي عشانك. باقي عشاني؟ واخرب بيتك انت واخوك. بقول لك ما جاليش نوم من ساعه ما مضيت على وصل الامانه. يا حبيبي عايز نعمل لك ايه يعني؟ حاجه نايمك ولا ايه؟ تديني وصل الامانه وزي ما وعدتك اول لما يجي لي فلوس هرجع لك المبلغ اللي خدته منك. يا معتز انت فاكرني خريج كليه طب قسم تشريف اطفال ولا ايه؟ يعني ايه يا منير؟ يعني اشفط بطنك وعدي. يكون معاك ال 25000 جنيه تجي لي تسلمهم لي اديك ايصال الامانه. وافرض يا اخي معيش فلوس وعرفتش اتصرف لك في الفلوس دي اعمل لك ايه يعني؟ يبقى ساعتها بقى اللي يحصل. عيب كده يا منير، ده انا مهما كان اخوك يا اخي. ما تفرقش معايا يا حبيبي، اخويا وابويا، انا في الشغل شغل. يعني ده اخر كلام؟ ده اللي عندي. ماشي يا منير يا اخويا. وماشي ليه؟ ما تقعد اعمل لك كوبايه اعشاب تهدي اعصابك. جاهز انت يا من جاهز انت. حاسب يا جدع، حاسب يا جدع. حلاوه يا حلاوه، حلاوه يا حلاوه. ايه يا حلاوه؟ ايه رايك بقى في الركوبه العظمه دي؟ ايش الله يرحم ابوك اللي كان بيركب الحمار ويرفع الجزاز بايديه. عقبال لما تبقى زيك. داني غلبان قوي، داني بكح ملح. ان وانت وانا اسفرك ايطاليا. طب ازاي؟ معاك باسبور. اعتبره تعال. و20 باكو. باكو ايه؟ باكو البان؟ نبقى ليه 20000 جنيه. هو انا يا واد انت لو كنت هحتكم على المبلغ ده كنت فكرت في السفر من اساسه؟ يا عبيط، ما انت هتسافر ايطاليا وهتقبض هناك باليورو وتتجوز ايطاليه زي ما انا اتجوزت، وبعدين تحوش لك قرشين وترجع الكفر تعيش ملك. قول يا رب. طب اركب. انا طيار. ايه؟ طيار. كنت بتراقب في كل طلعه على الطياره. الشاي بتاعك يا زوز. ميرسي يا حبيبي. بنانا ملك بتعمل لي. انا كنت متاكده انك بطل وبطل قومي كبير كمان. سعيد انا عايزه اقول لك ان عينيك دول تمن لشيء نبيل فادتنا بيه كلنا. سعيد انا ايه علاقه عناية بالموضوع؟ حلوين. نعم. مالك يا زوز عامل كده ليه؟ هما راحوا ازاي يا سعيد؟ منير رفض يديني وصل الامان اللي كتبته على نفسي.
وحسيت من كلامه معايا ان نيته مش سليمه، وان هو يعمل حاجه انا مش فاهمها. انت ما قلتش لباباك ليه؟ والله خايف اقول للحاج يعمل معاه مشكله، يجرى له حاجه، ما انت عارفه حالته. خلاص يبقى ما قدامناش غير ان احنا ندفع له فلوس ويرجع لنا الايصال. منين بس يا امان؟ انا ما عنديش مانع ان احنا نبيع الشبكه بتاعتي والذهب وترجعهم لي وقت ما انت عايز. انت بتقولي ايه؟ انا لا يمكن اوافق على كده ابدا. ليه بس يا معتز؟ هو في فرق بيني وبينك؟ يا حبيبتي انا هموت من الجوع، لا يمكن افرط في شبكه فرحنا ابدا. طب هنعمل ايه يا معتز؟ والله بفكر ابيع العربيه بقى وخلاص. لا والنبي الا العربيه دي بتنفعنا في كل حاجه، وبعدين لو بعناها مش هتجيب لنا فلوس. اكيد في حل تاني. خلاص سيبها على الله وربنا يجيب العواقب سليمه. ربنا يستر. المهم انت قلت لمامتك على موضوع عمر ولا لا؟ اكيد لا، هحاول احل الموضوع ده من غير ما تعرف. هنتكلم النهارده عن التركيب الداخلي للكره الارضيه. يعتقد العلماء ان الجزء الداخلي من الارض عند نشاتها كان في صوره منصهره فيها لدرجات الحراره المرتفعه جدا في باطن الارض. اتفضل يا استاذ الشيخ. تسلم ايدك يا ست منيره. اخبار الولاد ايه؟ لا كويسين قوي ممتازين. طب الحمد لله. الحمد لله قوي الحمد لله. منيره، بقول لك ايه يا منير، حضري لي كلها قبل ما استحمى. ليه هو انت نازل؟ نازل اقعد على القهوه شويه، شم شويه هوا نضيف، والمره العب لي 10 طاوله. طيب قبل ما تنزل يبقى سيب فلوس. فلوس؟ هو انت كل ما تشوفي خليتي تطلب مني فلوس؟ جاريه يا شيخه، انت ما تشبعيش؟ ايه؟ بلاعه طفحت؟ وانا يا اخويا باخدهم احطهم في جيبي، ما انا بصرفهم عليك وعلى عيالك. وانا جايب لك منين يا اختي انت وعيالك؟ ده راجل شيال وغلبان وحد تصعب على الكافر وشغال في المجاري. ولما هي تصعب على الكافر هتنزل على القهوه ليه؟ عشان اشم شويه هوا نضيف، بدل ما طول النهار عمال اسلك في بلاعات الصرف. صرف؟ حوش حوش، فين الصرف ده يا اخويا؟ احنا لا شفنا منك ابيض ولا اسود. والله حاجه حلوه قوي، خشي لي قافيه كمان يا منيره. بقول لك ايه، اتلمي يلا وروحي حضري واتك عليه. طب هات فلوس. مفيش فلوس. طب والله العظيم انا محضره تاكل وعلى مفخيرك اركبه. بقول لك ايه يا منيره، انا دماغي فيها كلام بتاعي، اتمسي وقولي يا مسا. واحد الله يا اخي شلبي ما يصحش الكلام ده. ودي ده كمان، مالك يا اخويا بتكلمني كده وانت حاطط على مناخيرك؟ ابدا اصل انا عندي زكام وخايف عليك يا اخي. لا يا حبيبي والله لو مسدوده سلكها لك، خليك في شغلك. حاضر، ما تدخلش حاضر. مالكش فيه. تعالى تعالى، ريحتك عبقت المكان، خش استحمى. كده هو يا منيره بتستعار مني؟ ده انا ريحتي دي شرف المهنه. قصدك قرف المهنه، خش بقى استحمى بقى. كده اهو. طيب والله ما انت شايفه مني تعريفه الا بمزاجي. وكمان مش هستحمى عندك فيكي. ها روح يا شيخ، إلهي تغرق في بلاعة ما يعرفوا يجيبوك، قادر يا كريم. ما تشوف حالك يا أستاذ أنت كمان. حاضر يا ست منيرة، حاضر حاضر. بص احنا من غير كلام كتير كده عايزين نخلص الموضوع بهدوء ومن غير شوشره، ولا حاجه تاثر عليكي ولا علينا. شوشرة ايه يا باشا؟ انا في السليم. في السليم؟ بقول لك ايه، من الاخر كده ابعدي عن عمر اخويا. اعتبر ده تهديد من حضرتك ولا ايه بالظبط؟ اعتبريه زي ما تعتبريه، لو ما بعدتيش عن اخويا والله العظيم لخلي معتز يلبسك قضيه. بصي يا شاطره، عمر اخوكي ده يبقى جوزي وانا مراته على سنه الله ورسوله، واللي مش عاجبه يضرب دماغه في الحيط. ما تتكلمي بقى ده ست انت، ده انت مستفزه قوي. وانتوا خليتوا فيها ادب انت ولا هي؟ الظاهر ان سكتنا له دخل بحماره. شوفوا بقى، اذا كنت انا وافقت انكم تدخلوا البيت ده ورضيت ان اقعد معاكم فده علشان خاطر عمر جوزي، اما كلمه زياده ما تكونش على مزاجي منك ولا منها هعرفكم انتوا الاتنين مقامكم. يا ده انت بيك حوالين الادب بجد. استنى يا معتز. بتقول ايه؟ مقام ايه يا رقاصه يا بنت الرقاصه؟ تصدقي بقى. بس ايه رايك بقى في الشاي عمايلي دي ده؟ قد ما نعدمها يا ابني. تعيش يابا. اعمل ايه يا كامل يا ابني؟ في الدنيا بخبط فيها وبتخبط فيي. يعني لسه ما لقيتش شغل برضه. ان شاء الله في واحد صاحبي هيسفرني ايطاليا ويشغلني كمان. ايطاليا؟ وان شاء الله لما ربنا يكرمني ابعت لك بقى عشان تعمل عمري. عمره في ايطاليا؟ لا يابا، انا قصدي ان انا لما ربنا يكرمني هناك ابعت لك فلوس عشان تسافر السعوديه تعمل عمري. ربنا يوسعها عليك يا ابني انت وكل اللي زيك. يا ابني لسه اطمن عليك قبل ما اموت يا ابني. ربنا يخليك لينا يابا، ما تقولش كده. انا خارج بقى اتمشى شويه مع اصحابي. عايز حاجه؟ معاك فلوس؟ منين يابا؟ ده انا واجع من الدور العاشر ومتجبس كمان. طب امسك. خلي معاك ال5 جنيه دي هاله. ربنا يخليك لينا يابا. خلي بالك من نفسك يا كامل يا ابني. ما تخافش عليا، دي نواد زي الجن. سلام. لا يا خالي لا، مش ممكن ابدا، انا لازم اتطلق دلوقتي ومش هعيش معاه لحظه واحده بعد النهارده. يرضيك كده والنبي يا عمي؟ وبعدين يا بنت اختي ده جوزك برضه.
والبنات المتربيه ولاد الناس ما بيعملوش كده مع جوازاتهم. مع ان انا زعلان منكم. بقى معقوله تتجوزوا وتخبوا عليا؟ ده انا اكتر واحد يفرح لكم. وبعدين يا عمر يا ابني، لولا دي انا اضمنها برقبتي. دي بنت اختي الغاليه، موصياني عليها قبل ما تموت، ومن ساعتها وانا بربيها احسن تربيه. ونعم التربيه والله يا عم. انت ما تعرفش يا خالي اخته عملت فيا ايه. دي جت هنا اتهجمت عليا وبهدلتني ودتني القسم. ايه؟ اسم؟ ايوه القسم. واحنا وش ذلك يا ابني، الله يسامحك. عموما يا عم انا اسف، اوعدك ان الموضوع ده مش هيتكرر تاني. خلاص يا عمر يا ابني، اسفك مقبول. قوم بقى صالحها وبوس راسها. دي لولا دي بنت طيبه وقلبها ابيض زي البافته البيضه، ودمعتها قريبه قوي. لا يا خالي لا، مش هصالحه. اصل يعني لا اصل ولا بس. البنت ما تكسرش كلام خالها، ده الخال والد يا لولا. خلاص اللي تشوف. انا تحت امرك يا خالي. وانت يا عمر يا ابني، عايزك تحط لولا في حباب عينيك. متقلقش يا عمي، في عينيا. واوعدك ان انا عمري ما ازعلها مني تاني. بس انا كنت عايز اطلب من حضرتك طلب صغير. اؤمر يا ابني. لولا ما ترقصش تاني. وانا موافقه. في ايه يا ايمان؟ ما تهدي. في ايه يا ايمان؟ ما تهدي. انت بجد راضي باللي بيحصل ده؟ ما انت اللي غلطانه برضه يا ايمان. انا اللي غلطانه يا معتز؟ ايوه، انت اللي اتهجمتي عليها الاول وبيتها كمان. احمدي ربنا انها وقفت على محضر الصلح اللي عملناه في الاسم. ماشي يا معتز، طالما كده يبقى سيبني بقى مني ليها، وانا هعرف اخد حقي منها كويس، وانا وهي والزمن طويل. النيابة تطلب معاقبة المتهم دياب منصور شفيع البطاش. إنه في يوم الخميس بدائرة قسم أول الغردقة أولا قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه المجند سعد الحسيني حال مقاومته السلطات بأنه أطلق عليه عيارا ناريا من سلاح غير مرخص. ثانيا أنه حاز بقصد إتجار الأسلحة النارية المبينة بالأوراق دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة. لذلك تطلب النيابة تطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة. وشكرا. حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع الآراء بإحالة أوراق المتهم دياب منصور شفيع البطاش إلى فضيلة المفتي. أنا أنت ود الهلالي. سيدي دياب، سيدي دياب. نورتينا يا ريهام. ميرسي يا طنط، من ذوق حضرتك. ايه يا ريهام ما بتاكليش ليه؟ انا عارفه ان الاكل مش عاجبك، بس هقولك اعملي نفسك بتاكلي عشان محدش ياخد باله. لا خالص، تسلم ايديكم بجد. ما تاكل على الصول. نعم. دي مش اكلتك يعني. انت هتبص لي في اللقمه ولا ايه يا حسام؟ ما هتخليك في طبقك. دي اكل الكتيبه. ايه يا محمد في ايه؟ ده حسام اخونا من زمان يعني، مش غريبه عليك. قولي لي. وانت يا انسه ريهام بقى خلصتي ولا لسه بتدرسي؟ اهو المتر هيرزل اهو. انا اخر سنه ألسن اسباني. اسباني؟ دي زي دعاء صاحبتك اللي بتتفرج معانا ماتشات ريال مدريد. دي دوتي الملوخيه يا دعاء، اصل دي ماما اللي دعاء عاملاها. مين؟ ريهام. ريهام مين؟ ريهام مساعد. ريهام. لا طبعا، على فكره انت وترتني. دي دوتي الملوخيه يا ريهام، اصل دي ماما اللي عاملاها. دي سلطه يا محمد. مش عارف ايه بقى في الليله دي. عايز اقول لك احسن واحده بتعمل ملوخيه في مصر سلمى مراتي. ميرسي يا حبيبي. بس مش اعلى من مامي. كده يا حسام. يا ساتر عليك، انت ما تسكتش ابدا. على فكره ولادي دولت يموتوا في الهزار، لازم تتعودي بقى على كده. يلا كل يا ريهام. حاضر. كل من انا والشيفه دعاء. اسباني وكده. ميسي، رونالدو، ريال مدريد. كل يا محمد كل. اخ يا ناري، ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ معقول
بعت الغالي بالرخيص عشان افضل مرمطون عند حسام بيه. يا خساره، يا ريتني ما بلغت عنه. جاتني شكه في لساني. ماني كمان ما كنتش اعرف ان جابر هيموت ودياب هيتمسك ومش هيفضل لي غير المعلم منصور. صحيح هو الكل في الكل، بس سنه كبير وصعب يتحمل عبء جرى زي دي. أني غبي، أني غبي وفقري كمان. كان نفسي يكون عندي أرانب متستفين تحت الأرض، مش بيتنططوا فوقيها زيكوا كده. يا غلبياني، يا مراري وأيامي السودة. انت ايه رايك في ريهام يا ماما؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله، بنت ادب واخلاق وعيله، يعني مفيش بعد كده. وانت يا حسام؟ هقول ايه اكتر من اللي امك قالته؟ ما شاء الله. طب وانت يا سلمى؟ ايه ما رايك؟ شاء الله عليها مؤدبه وبنت ناس. انت بتسال ليه؟ اصل انا بفكر اخطبها. تفكر ايه؟ اخطبها. تخطب مين يا ابني؟ انت ناس ابوها مين؟ مساعد وزير. يعني لو عمل تحرياته عنك هيلاقيك سهرتي وبايظ وبتاع. شويه هزار يا حسام، انت نسيت احنا مين ولاد مين وهنبقى ايه ان شاء الله؟ اول مره تغلبني في الكلام يا ابن الهلالي. طب ايه رايك يا ماما؟ والله يا محمد مش عارفه اقول لك ايه. قولي له الف مبروك يا طنط وخلينا نخلص منه بقى. انت بقيتي تاخدي قرارات في البيت وانا موجود كده عادي؟ الله، وما تاخدش قرارات ليه؟ تاخد قرارات زي ما هي عايزه، وبناء عليه قررنا. الف مبروك على خيرة الله. ماشي يا سيدي، مش هنكسر كلام الست الوالده. الف مبروك. الله يبارك فيكم. طيب هاخد ميعاد بقى مع ابوها عشان نروح نخطبها. ابوها عادي كده؟ اسمه سياده اللواء. سياده اللواء طبعا. مالك يا ابو البنات؟ ما تقوليش ابو البنات ده، سيبيني في حالي. خير كفى الله الشر. كان مفتوح لي باب رزق زي الفل، واني بغباوتي اللي قفلته. شكلنا كده هنشوف ايام سودة. اسود من كده بكتير. يلا غوري غوري عشان السواد ابتدى يبان. غوري. ماشي. الله يرحمك يا جابر ويفك سجنك يا دياب. كلام ايه ده سيادة النايب؟ ده كلام العدل يا كبير، وانت عارف وضعي كنايب في المجلس حساس قد ايه، واي صله بيناتنا دلوقت ممكن يكون فيها ضرر كبير علي. ده بدل ما تواسينا وتوقف جارنا. وقوفي مش هيفرق معاكم كتير، يمكن يدمرني، خصوصا بعد ما تعرف انكم تجار سلاح وبقيت فضيحه في البر كله. كمان الحكومه اشتبهت فيك. ما الكل عارف وشايف وساكت من زمان. بس بعد اخر عمليه وجابر والحكم بالاعدام على دياب ثبتت عليكم ومحدش هيسكت. والديابه اللي كنتوا دفنينها في الجحور هتطلع، والحكومه حاطه عينيها عليكم. اوعاك تكون فاكر ان انا اتكسرت ولا المركب بتغرق وانا ما داريش. لا، فوق. ده انا منصور البطاش ومحدش يقدر يهزمني. خلينا نتكلم بصراحه يا كبير. جابر ولدك الكبير الله يرحمه كان دراعك اليمين، وربنا اراد انه يتقطع. ودياب ولدك الصغير كان رجليك اللي بتمشي عليها. ويا عالم هتقدر تمشي تاني ولا لا؟ وكمان السن ليه حكمه يا كبير. ما جاش في بالي انك تاجي بذات نفسك وتقول لي كلام زي ده. هي دي الحقيقه يا كبير مهما كانت مره، والكلام ده لمصلحتي ومصلحتك ومصلحتنا احنا التنين. نهدي اللعبه على الاخر ونقطع اي صله بيناتنا دلوقت لحد الفتره دي ما تعدي. ودلوقت ايه المطلوب؟ حكمة بنت اخوي تعاود معايا لبيتنا. تعاود كيف؟ وهي مرض دياب وعلى ذمته. ما تاخذنيش يا كبير، دياب دلوقت في حكم الميت وحكم الجنون. مش معقول بنتنا
تفضل حداكم شهر ولا 2 وهي يمكن تبقى أرملة. لا يا عمي، أنا قاعدة هنا في بيت جوزي ومش ههم واصل. ايه الكلام ده يا بنت؟ ده آخر كلام عندي لو كنت عاوز تسمع. اسمعي كلام عمك يا حكمة، ما تعنديش. ليه مهما كان عمك وهو أدرى بمصلحتك. مصلحتي؟ عمي عمره ما فكر غير في مصلحته هو، وجايته دي عشان يأمن نفسيه ويبعد الشبع عنه في تجارة السلاح. ايه اللي بتقوليه دي؟ أنا خابرة كل حاجة وعارفة ملاعيبك. تحشم يا بنت. كلام ده فات أوانه، كنت تقوله أيام ما كنت أحداك في بيتك، إنما دلوقتي أنا في بيت جوزي وأبو ولدي. ولدك؟ أيوه، أنا حبلة. وعرفت كيف؟ ده شغل حريم يا عمي وأنا اتأكدت. وجع مطينة بطين. وجع مطينة بطين إني حبلة؟ ده بدل ما تحب على راسي وتبارك لي. لكن كيف وانت طول عمرك خوان ومالكش خير في حد؟ اخرس يا بنت. وقف عندك يا صادق، كن في علمك حكمة من دلوك بنتي واللي ببطنها ولدي من نسل البطاطشة، وانت مالكش سلطان عليها ولا عليه. اعتبرني مت زي محروس، فاكره؟ خوي اللي سيبته في الدنيا يضيع من غير ظهر ولا سنة. أنا فعلا متبر منك، وأنت من الساعة دي لا من الطراشنة ولا أعرفك. حسرة على الطراشنة اللي ولوا عليهم كبير ما ماليش مطرحه. اخرسي قطع لسانك. قلت لك حكمة من الساعة دي بقيت من البطاطشة ومقامها من مقام بناتي واكتر، واحنا في سلونة اللي يمس طرف مرة من عندينا نقطع يده. ماشي يا منصور. اسمي الكبير. ولا يهمك يا حكمة يا بنتي، طالما اشتريتيني لممكن نبيعوكي واصل. الله يكرمك يا عمي. من دلوك قولي لي يا ابوي. أمرك يا ابوي. واه واه واه، معقولة دي؟ مالك يا نجيبة؟ تبكي ولا ايه؟ ايه؟ ليها حق تبكي بدل الدموع دم؟ بكره حكمة تركب وتدلدل عليه. انتوا اللي جابكم هنا يا ابوي؟ هو انت دايما كده؟ احنا جايين نواسوكي في مصابك. لله ما تصابتش، ولساني حافظة مقامي، وبكره تشوفوا. قولي لي يا حكمة يا بنتي، انت ليه عملت كده؟ واحدة غيرك كان ممكن تروح مع عمها وتتطلق من دياب وتريح نفسها من الموال دي. ما تعودتش اهرب عشان انفد بجلدي. ابويا الله يرحمه علمني ما اخافش. يمكن جوازي من دياب كان جسمه والنصيب ما كانش ليا يد فيه، لكن اختياري اني اعيش معاه لسه في يدي، وانا اخترت اعيش مع دياب حتى لو كان ميت. أصيلة يا بنتي. دلوك بس اتأكدت إني اخترت الولد دياب الزوجة الصالحة اللي تصونه وتوقف في ظهره. بمد يدي ليدك يا عمي عشان تكونلي ظهر وكلك قلبي يخاف عليك. وأنا موافق يا بنتي. وطار محروس ودياب وجابر في رقبتي، مش ههمله واصل. لا، خلي الطار على الرجالة يا بنتي. وانا مرة ب100 راجل، والطار ما بيفرقش ما بين راجل ومرة، حرقة القلب واحدة، واللي ليه طار لازم ياخده. عفارم عليك يا بنت البطاطشة. تسلم ايدك يا حبيبتي. هايل الواد نيكولاس كيدج ده، بيعمل افلام عظيمه. عارف يا حسام؟ زمان وانا صغيرة قعدت افكر في الشخص اللي هتجوزه وحاولت اتخيله. تخيلتي ايه؟ تخيلت انه حد حلو قوي.
حلو قوي، وبتقوليها في خلقتي كده. حلو، ادي اول حاجه ما لفقتش. لا انا قصدي يبقى حلو في الكاركتر بتاعه، يعني مش بس في شكله. حلو في ايه؟ الكاركتر بتاعه. الكاركتر بتاعه. شي جميله على الكاركتر، حلو في شخصيته يعني. ادي لفقت. يعني ايه؟ يعني كل واحد فينا فيه حاجه حلوه وحاجه وحشه، ادينا عرفنا الحلو، نعرف الوحش بقى. حرام عليك يا حسام، احنا لسه متجوزين وعايزني اشوف منك حاجه وحشه. لا بجد يا سلمى، بصي بقى، لو في اي حاجه فيا مش عاجباكي قوليها لي وش كده. ليه؟ انا واخد معاكي حسبه 60 70 80 سنه، الا بقى لو ربنا مش رايد ونزلت مأموريه قمت منشوش طلقه بين حواجبي فبقيت ايه انت ده يا حسام؟ ايه كل ده؟ ايه كل ده ايه؟ ايه 60 70 80 سنه دي؟ هو ده اللي همك؟ مش همك الطلقه اللي هاخدها بين حواجبي وتبقي ارمله؟ لا بجد يا حسام بتكلم جد، بطل تهريج. ما بهرجش. بص انا مش شايفه فيك اي حاجه وحشه، بس في حاجه واحده بس بتقلقني منك وبحاول ما افكرش فيها كتير. ايه ما ترهوشنيش؟ ساعات بحس انك شديد قوي في الحق. طب وده غلط؟ لا مش غلط، بس لو زاد عن حده يتقلب ضده. شديد في الحق. طيب بصي، لو كنت شديد في الحق سميها بقى طبيعه، فطره، سلو عيلتنا، سميها زي ما تسميها. ايوه بس انا بس اكمل كلام. اهدي بالله كده، اكمل كلام. انا حواليا قبالسه كتير يا سلمى، كتير قوي، وشداد شداد قوي، بس في الحرام. عشان كده لازم ابقى شديد في الحق. طب ممكن عشان خاطري تاخد بالك من نفسك، عشان انا ماليش غيرك في الدنيا. النبي مالكيش غيري في الدنيا؟ طيب ماشي، عايزك بقى تشدي حيلك كده وتظبطي نفسك، ها، عشان حجزت كام يوم في الغردقه نكمل شهر العسل اللي اتقطع ده. بجد؟ والله. طب هنسافر امتى؟ بص يا ستي، اخلص خطوبه الواد محمد واقفل شويه حاجات في الشغل ونطير على طول. طب ونبي قولي قبلها يا حسام، عشان انا ما بحبش المفاجآت. انا بقى ما بحبش غير المفاجآت، مش قلت لك انا بتاع تغيير؟ يوم كده يوم كده، امر كده امر كده، واعمل لك حته مفاجاه بقى دلوقتي. ها، مش عايز تعرفيها؟ لا عايز. لا استني بس اما ادفي الواد نيكولاس كيدج احسن يبص علينا. غمض عينك ياض. تعرف يا ابوي، انا ما همنيش حكم الاعدام ولا حتى موتي. اللي حارق قلبي من جوا اخويا جابر اللي اتقتل قدامي وما قدرتش اعمل له اي حاجه. اهدى يا ولدي، اهدى عشان نعرف نفكر وندبر نفسينا. انا خليت المحامي ينقضوا الحكم، بس انا هستنى محامي وحكم تاني. الحكم طلع يا ابوي، طلع، وحبل المشنقه شايفه قدامي. بعد الشر عليك يا ولدي، انت لازم تطلع وتعيش عشان تربي ولدك اللي جاي. ولدي؟ ايوه، حكمة حبله. مكتوب علي يا ابوي يوم ما يتولد ولدي يكون اخر يوم في عمري. اشوفه يا ابوي، اشوفه قبل ما اموت. هتشوفه يا ولدي، وهتربيه، وهتجوزه كمان. أحب على يدك يا ابوي، على يدك، تلقاني صرفة جوا. أحب على يدك. أشوف ولدي يا أبوي. من غير لف ولا دوران يا فندم، احنا يشرفنا ان نطلب ايد بنت معاليك الانسه ريهام لاخويا النقيب محمد. حضرتك قلت ايه؟ ده شرف لينا جميعا، وفي الحقيقه مش هلاقي عريس احسن من النقيب محمد في ادبه واخلاقه وشهامته عشان اديله بنتي ريهام. يا فندم ده الشرف لينا، احنا هنلاقي فينا عروسه حلوه وبنت ناس طيبين زي ريهام بنتكم. بصراحه بقى من يوم موقف النقيب محمد مع ريهام بنتي في النادي وانا بحبه كده لله في لله من غير حتى ما اشوفه. شكرا يا فندم، انا ما عملتش غير الواجب. كلك شهامه يا حبيبي. انا جوزي الله يرحمه كان شهيد من شهداء حرب اكتوبر، والرئيس السادات اداله نجمه سينا. الحقيقه اولاده الاثنين محمد وحسام وارثين عنه الشهامه. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله، ابن الوز عوام. ايه يا عروسه ساكته ليه؟ هقول ايه؟ السكوت علامه الرضا، ولا ايه يا انسه ريهام؟ شكلنا كده هنبقى اصحاب قوي يا ريهام. انا كمان حاسه كده. ربنا يديم المحبه بيننا ان شاء الله. اللهم امين يا رب. طيب نخش في الموضوع سعادتك. حضرتك تقول لنا طلباتك واحنا تحت امرك. في الحقيقه انا ملياش طلبات، انا بشتري راجل لبنتي ريهام.
لا يا فندم برضه لازم تقول لنا. يا حاجه انا ملياش اي طلبات ومفيش فرق بينا، اللي تقدروا تجيبوه تجيبوه واحنا نكمل الباقي. يا حاجه صدقيني الحاجات دي كلها شكليات. ايه يا جماعه، احنا مش هنشرب الشربات ولا ايه؟ يا سلام حالا. قبل الشربات يا مدام، ساعة الباشا نتوكل على الله نقرا الفاتحة. يلا على البركه، بسم الله. تعال بباط يا غالي يا ود الغالي. ما تخافش يا حبيبي من أي حد طول ما أنا جنبك لحد ما تكبر ويشتد عودك وتبقى راجل يخوف الرجالة. فين أبويا يا جد؟ أبوك راح عند ربنا وسابك نايب عنه هنيه، ولازم تبقى قوي وتبقى راجل وتشرف أبوك. أنا باكل فين عشان أبقى قوي وأكبر؟ مش بالوكل بس يا ولدي، لازم تبقى قوي وتبقى راجل يخوف الرجالة ويبقى قلبك جامد والخوف نفسه يخاف منك، وترفع اسم البطاطشة لفوق لعالي، انت وعيالك وعيال عيالك ليوم الدين. لحال الدنيا يا كبير. قلبنا معاك. شد حيلك. في ايه يا دي انت وهو؟ مالك يا دي انت وهو عاد؟ ولا حاجة، احنا جايين نواسوك وناخد بيدك في الشدة اللي انت فيها دي. صح، احنا مهما كان في مقام ولادك. واذا كان مثلك راجل ربنا عوض عليك بثلاثة، اعتبرنا دراعك اليمين يا عمي. اكتم خشمك يا دي انت وهو. انا ضفر عين من عيالي برقبة 100 راجل زيكم، وان كان جابر راح بديه قدر ربنا. ولدي دياب هيطلع غصب عن عين التخيل. احنا قصدنا انتوا ما تسووش حاجة في سوق الرجالة واصل، ولازم تعرفوا ان انا الكبير وهفضل طول عمري الكبير. ولا انتوا صدقتوا كلام صادق ده انا افحصه برجلي. طب جربنا يا كبير وشوفنا رجالة ولا لا؟ جربتكم قبل كده، ويكون في علمكم انا جوزتكم بناتي عشان معاكم شهادات، وهو الجواز سترة. بس كده وحسك عينك انت وهو تفتحوا الموضوع ده واصل. انا منصور كبير البطاطشة، ويوم ما احتاج راجل يجيني 100 راجل في غمضة عين. مفهوم؟ مفهوم يا كبير. غوروا من وشي. حاضر يا كبير. لا 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 يا معلم شعبان، لا، ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ هو انا محول لك المحل الكافيه، عاوز تلته؟ حقي، مش انا اللي هدير المحل يا منير. تدير وتقوم تلهوك بطنك كله؟ عموما انا قلت كلمتي، لو انت عندك كلمه تانية قولها، انا ما عنديش مانع اسمعك. امرني. هديك 10%. شويه. لا 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 بعيد قوي. هزها شويه لاجل المركب ما تمشي. هو انا بقول لك 10 في الميه؟ انا بقول لك 10%، المركب قال
ايه نقول مبروك. طيب لا مؤاخذه يعني ايه موقف اخواتك والحاج؟ الحمد لله كلهم مخلصين تجنيد، ابويا بس اللي واخد اعفاء. موقف ايه وبتاع ايه؟ انا هكلمهم وهأثر عليهم واخليهم يوافقوا. نقول مبروك بقى. مبروك يا منير، ربنا يخليها عدم الخير علينا وعليك. ان شاء الله ان شاء الله. ايه يا منير يا ابني؟ انت ما قفلتش المحل لغايه دلوقتي ليه؟ ايوه بابا معلش، اصل الزبون ده طالب حاجات بس غريبه شويه، عمال اجمعها على طول. حاجه على طول اهو. اتفضل. ماشي. حاجه اللي انت طالبها. وطلبت حاجه اهو 5 جنيه. 5 جنيه بتاعت ايه؟ القرطاس. قرطاس ايه؟ انت هتقرصني. 5 جنيه حق القرطاس بقى عشان نخلص نقفل. خد يبقى لي في ذمتك 5 جنيه. حاضر اتفضل. بغليه قبل ما تنام ها؟ هو انا زعلتك في حاجه يا كبير؟ اكونش انا اللي زعلت. انت وهو اسمع، اللي هتشوفوه دلوقتي يفضل سر بيناتنا احنا الثلاثه، واللي هينطق عنه بكلمه لاي حد يبقى مستغنى عن عمره. اوامرك يا كبير. سرك في بير يا كبير. ده احنا ستر وغطى عليك. سيدي دياب ولدي، الحمد لله على سلامتك يا ولدي. سيدي دياب، الف حمد لله على السلامه يا سيدي. الف حمد لله على السلامه. ازيك يا ولد؟ بخير طول ما انت بخير يا سيدي. طاهر، مالك مساهم كده ليه؟ لا ده انا فرحان. ده انا الفرحه مش سيعاني ان انت طلعت لنا بالسلامه وخدت البراءه. الحمد لله على السلامه يا سيدي دياب. دياب احنا هربناه من السجن، والسر ده لازم يفضل بيناتنا احنا الثلاثه، ولو طلع يبقى حد فيكم اللي بلغ. يبلغوا كيف عن سيدنا وتجراسنا؟ هو احنا نقدر نعمل حاجه؟ ده احنا الفرحه مش سيعانه. ده انا مش عارف اعمل ايه والله يا سيدي دياب. دي لو ما شالتكش الارض نشيلك فوق راسنا. تشكر يا طاهر، تشكر. عاوز اتحدث مع ولدي احنا لوحدينا. امرك يا كبير. طب احنا بره، لو احتجتوا اي حاجه اندهولنا. استنوا شويه، المركب اللي جيتوا فيه تدلوا على الغردقه، تشتروا خلقات جديده وتعودوا تاني. اوامرك يا سيدي الناس. يلا يلا. توحشتك قوي يا دياب. ده انت روحي، انت عينيا اللي بشوف بيهم، ده انت دراعي اليمين، وانت اللي ورايا واللي قدامي واللي خلق الخلق. لو حد مس شعره فيك ولا هو بناحيتك تاني لخليه يندم على اليوم اللي اتخلق فيه. ربنا ما يحرمنيش منك واصل. قول لي صح يا ابوي، الناس اللي هربوني دول مين؟ زانين؟ زانين قوي. دول ناس متخصصين في العمليات اللي زي داي. وانا قلت لك يا ولدي، الصبر الصبر عشان ندبروا نفسينا ونفكروا وندوا العيش لخبازه عشان يخبزوا. وليه مدارين وسط البحر دي يا ابوي؟ اصل الميه دي على الحدود، ولو حصل شيء تقدر تهرب بالمركب ده وتطلع برا مصر، وجيب لك معاي الباسبورت بتاع جنوب افريقيا.
الله ينور عليك يا ابوي. المهم لازم ندلوك نفكروا في حاجتين تنين ملهمش تالت. أول هام مين الخاين اللي دخل الحكومة وسطينا وبلغهم بميعاد العملية. تاني هام ناخدوا بطار أخوك جابر. دلوك احنا اطمنا عليك، لازم نطمنوا على جابر عشان يكون مرتاح في تربته. قصدك الضابط الكلب اللي كان مسؤول عن العملية؟ أيوه. هو اسمه ايه يا ابوي؟ اسمه حسام الهلالي. تخيلي ان معتز لما راح ياخد الفلوس اللي الحاج موصي منير عليها، منير مضاه واصله امانه بالفلوس. منير اخويا عمل كده؟ شفتي؟ الله يكون في عونك يا ايمان. انت هتلاقيها منين ولا منين؟ من اخوك يا عمر ولا من اخويا منير؟ ربنا يهديك يا منير. ربنا يهديه ويهدي عمر ويهدينا جميعا. مش انا لو كنت دلوقتي شغاله كنت قدرت الم له الفلوس بدل الحوجه اللي احنا فيها دي. انت هتشتغلي ايه بس يا ايمان؟ حلم حياتي يا منيره ان انا يبقى عندي كوافير. بس اقول لك ايه، يا دي الله ودي حكمته. ومين سمعك؟ انا كمان العيال مطهقني ومغلبني. ليه بتقولي كده يا منيره؟ ما انت عارفه فلوس الدروس الخصوصيه ومصاريف البيت، وطبعا انت عارفه شلبي ايدك منه والارض، حاطط ايده في الميه البارده. مش عارفه اقول لك ايه والله يا منيره. ربنا يصبرك يا حبيبتي. يا رب ويفكها علينا يا رب. دي كده طبلت على الاخر. بالعكس دي حلوت وواضح ان لسه فيه امل. امل ازاي ودياب هربان ومحكوم عليه بالاعدام؟ يعني صعب يرجع يشتغل بحريه زي الاول والبوليس بيدور عليه. يعني هو كان بيشتغل في فوانيس رمضان، ما هو كان بيهرب سلاح، يعني متهدد في اي لحظه، ومش فارقه كتير لو اشتغل وعليه حكم. المهم ان هو بره الحبس وبحريته يقدر يبيع ويشتري حتى لو بوسيط. طب وحسام بيه لو سألك عليه يا طاهر انت هتقول له ايه؟ انا ما اعرفش عنه اي حاجه. لا يا راجل، لو انت ما تعرفش ان دياب هربوا وهم بيرحلوه من المحكمه؟ لا يعني سمعت زي اي حد، لكن ما اعرفش هرب راح فين. ولا لقم الفلاحين ده مش هياكل معاه. هلا ها، انا زرعك وسطهم عشان تجيب لي معلومات، مش عشان تقول لي سمعت. ما اعرفش. الحبتين دول من الخمسه دول انا اللي اخترعتهم يا باشا. انا مهما كان هناك حته خدام لا راح ولا جه، وهم لا يمكن يقولوا معلومه مهمه زي دي قدامي. لو انت مستنيهم لما يقولوها قدامك يا بني ادم، انت شغلتك ترمي ود، تسمع تتطقص وتيجي تقول لي المعلومه. شكلك كده طار كبرت وجلدك تخن على الشغل. ابدا والله يا باشا، بس انا كل اللي بسمعه هناك يعني معلومات ما تستاهلش اني اقولها لك. وانت ايش عرفك يا حلوف تستاهل ولا ما تستاهلش؟ انا اللي اقول تستاهل ولا ما تستاهلش. اسمع يلا، فتح مخك معايا وركز في معلومتين تهب وتغطس تجيبهم لي من تحت الارض. الاولانيه مكان الولد دياب، الثانيه دليل ادانه على منصور، يا اما عمليه جديده يكون بيرتب لها علشان نمسكه متلبس ونخلص من الفيلم ده ونقفل القضيه ونريح دماغنا بقى. اوامرك يا سعاده الباشا. تاخد بالك من نفسك عشان لو حسوا بحاجه هيذبحوك. ربنا يجيب العواقب سليمه ويسترها يا سعاده الباشا. امين يا رب. يعني مش عايز مني حاجه تانية؟ سلامتك. يعني امشي؟ والله لو مش عايز تمشي ممكن تعوم. ها اختار واحده منهم وهعد لغايه 3. لا واحد. خلاص يا باشا. 2. خلاص همشي يا باشا. اخفى من وشي. خلاص والله مش عامل حسابي هعوم ازاي اني. يلا يا باشا كتر الف خيرك. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام يا باشا. سلام يا اخويا. يوه ما تفضها سيره بقى يا ولي. جاتك القرف انت وعاطف في ساعه واحده. اني مالي وماله؟ اصلك مش فاهم يا اخويا، الواد ده هيسفرني ايطالي وهيشغلني كمان هناك. وانت يا معفن انت هتجيب فلوس للسفر منين؟ ايه والبركه فيك انت بقى يا اخويا يا حبيبي. منين؟ ما ديك شايف يا اخويا الترعه جفت وبانت ضفادعها. عشان خاطري يا طه، عشان خاطري دول 20,000 جنيه، واوعدك اول ما ارجع بالسلامي هردهم لك الطقطقه جايه. جاك 20,000 عقربه يقرصوك في لباليبك يا معفن. يعني مش ناوي تديني الفلوس؟ والله لو اتشقلبت قرد قدامي كده ماني مديك مليم احمر. ما كانش العشم يا ابن امي وابوي. الله يضغط.
غور من قدامي، اياك شديب يطلع ياكلك ما يتفضلش منك غير الطاقيه. اظن بقى مفيش احلى من كده، 4 ايام في البحر لا اوتيل ولا وجع دماغ. الواد احمد صاحبي ده واد جدع قوي، ما فكرش مرتين اول ما قلت له عايز المركب. ايه رايك بقى في المفاجاه دي؟ على فكره انا كمان عندي مفاجاه عشانك. مفاجاه؟ ممكن تيجي تقعد جنبي؟ اجي اقعد جنبك. اديني جيت يا ستي. اسمع. اسمع هنا؟ مش سامع حاجه. انت سامعك وفهمك تقال قوي يا حسام. انا سمعت ايه؟ يا بنتي مش سامع حاجه. بتستهبل؟ احلفي. والله رحت للدكتوره وقالت لي يعني سلمى الصغيره جايه وهلعب بيها، هيبقى عندي الحمد لله يا ما انت كريم يا رب. الحمد لله يا رب. حباب يا بحر. بس ممكن اروح اجيب حاجه. لا 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 لا، انت تيجي هنا، تعالي كده اقعدي هنا ما تتحركيش وما تلعبيش في اي حاجه يا ستي. مالكيش دعوه. عايز تاكلي صح؟ انا هعمل لك الاكل. يا ما انت كريم يا رب. اوعي تلعبي في اي حاجه. يا ام سلمى. الله اكبر. يا ما انت كريم يا رب. عشان انت هادي انا هاخدك النادي. ابتدي منين بقى؟ جبنه، عيش، فاكهه، وفي حلاوه حمايه كمان دي بقى. عشان انت هادي انا هاخدك النادي وانت تسمع الارض الحمراء او الصفراء او الخضراء. الله هتبقى اب يا حسام، ده امي هتفرح قوي. طيب يا حبيبتي بيطمنيني عليكي، مع الف سلامه. ماما ايه يا حماد؟ باركيلي. ابارك لك على ايه؟ سياده اللواء حمايه نقل لي مع حسام اخويا الاداره. الف مبروك يا حبيبي، الف مبروك. الف مبروك. ده حسام هيفرح قوي بالخبر ده. وده انا هكلمه حالا ابشره. يا رب يكرمكم يا رب وما يحرمكوش من بعض ابدا. عشان البوتاسيوم، ده بوتاسيوم صح. ده اكيد بيعمل حاجه التفاح، اكيد بيعمل حاجه. يوه يا محمد ده وقتك. الو يا محمد، خير ان شاء الله. ما تحذر فذر كده، انا عاوزك في ايه؟ يا سيدي وده وقته، قول لي انت في ايه؟ سياده اللواء هاني نقلني معاك الاداره. بتتكلم بجد؟ والله زي ما بقول لك كده. الف مبروك يا حضره الضابط، بسم الله ما شاء الله. ده انت جيت تحت درسي. 7 الصبح تبقى على مكتبك، هدورك مكتب كل ساعه. وانا تحت امر تدوير مكتب سعادتك. اما انا عارف انك تحت امري، غصب عنك تحت امري. انت مش عاوز اي حاجه؟ ولا حاجه. بص لايدين امك بس ولا تتعلم. خد بالك منها لغايه ما ارجع ياض. ايه يا عم انت مالك مستعجل كده ليه؟ بقول لك نقلت معاك، بتقفل معايا ليه؟ لما اجيلك. سلام. علشان انت هادي انا هاخدك النادي. علشان انت هادي انا هاخد دي بدلها. الكيوي اكيد برضه ليه لازمه. يلا. سلمى بص بقى بجد. ايه ده؟ سلمى انا جاي لك من طرف واحد حبيبك. لا سلمك هديتك يا علي. سلمى الو. مساء الخير يا محمد. مين؟ انا اللواء رفعت. تحت امر سعادتك يا باشا. تعالى لي المكتب حالا، انا عايزك في حاجه مهمه. مسافه السكه سعادتك. سلام. في رعايه الله يا باشا. خير. اول مره تدخل. والله عفارم عليك يا ابو لغم. انت تؤمر يا كبير، انا دايما في الخدمه. انت عارف اكتر حاجه عجباني فيك ايه؟ قول يا كبير. انك قدرت تقتل الضابط ده
من غير ما يضرب بيك. عيب، ده احنا بنقتل مطاريد في قلب الجبل، يبقى مش هنقتل حته ظابط بيتمخطر على البحر. بس انت اتاكدت ان الظابط مات ولا لا؟ عيب يا كبير، هو انا هاوي؟ القتل دي شغلتي، وذبحت لك مرته كمان. ملهاش دعوه بالحساب، هديه مني. أباي، ذبحتها ليه؟ لزوم التأمين ونظافة الشغل، أحسن تعرف أوصافنا وتبلغ عنينا. المهم الظابط مات ولا لا؟ وزمان السمك بيتعشى بيه دلوقتي. الله يطمن قلبك يا ابو لغم. خد بقيت المقاولة زي ما اتفقنا، حلال عليك. هو ده الكلام. يا سلام. تعرف يا كبير، أنا كان نفسي من زمان أخدمك لأنك راجل دغري وكانت كلمتك. بس ما تاخدش عليها يعني، هي مرة وعدت. انت عارف أنا راجل طول عمري يدي نظيفة وأخاف ربنا. تعرف الضابط اللي انت قتلته ده قتل ولدي جابر، وبينه وبينه طار، وكان لازم ناخد طاري منه. عداك العيب يا كبير. طالما نفذت اللي مطلوب منك وعملت اللي عليك وشقيت، يبقى لازم تاخد حقك. ايوه كده، اصل انا ما تندليش لقمه في زوري ولا يهنالي بال لما اكون شقيان بيه. امال ايه؟ اليد البطاله نجسه. روح يا شيخ، ربنا يديك على قد نيتك. ابا الدعوه دي ليا ولا عليا يا كبير؟ على قد نيتك عادي يا ابو لغم. الكبير كبير برضك يا كبير. ادخل. خير يا فندم. في خبر مش كويس بس لازم اقوله لك. في ايه يا فندم؟ حضرتك قلقتني. في افراد مجهولين اقتحموا اليخت اللي فيه المقدم حسام وزوجته سلمى واعتدوا عليهم بالضرب. امتى حصل ده؟ النهارده الصبح. طب وحسام كويس؟ حسام دلوقتي في العنايه المركزه في مستشفى في الغردقه. طب وسلمى؟ سلمى تعيش انت، شد حيلك يا محمد. للأسف المدام جت لنا خلصانة، ما لحقناش نعملها حاجة وماتت هي والجنين اللي بطنها. هي كانت حامل؟ طب وحسام يا دكتور؟ وضعه سيء، أنقذوه في الوقت المناسب. الحمد لله انكتب له عمر جديد. يعني حالته هتتحسن ان شاء الله؟ إن شاء الله يا ابني، لازم يكون في أمل. ادعي له ادعي له. الحمد لله على السلامة يا محمد بيه. الله يسلمك. أنا نقيب إيهاب هبة من غافر السواحل. ايه اللي حصل؟ في الحقيقة إحنا جات لنا إشارة استغاثة من يخت في عرض البحر، وحددنا مكانه من خلال GPS. ألف مبروك علينا يا كبير. اجده جابر ومحروس يرتاحوا ودمهم يبرد في تربتهم. المهم هشوفك ميتة. ما تعوقش علي يا ابوي. وعليكم السلام. ايوه كده. ميل وسقيني يا ود عمي، ميل وسقيني، انا مش عشطانه. انتبه تخسر. اهدي
هو انت ما بتعرفش تقرا؟ لا يبقى ملك ملك. عمي ميل وسجيني انا مش عشطانه يا واد عمي حبك يرويني ميل وسجيني يا واد عمي ميل وسجيني. يا سلام يا سلام عليك يا سيدي الناس لما بتبقى رايق. طب فرحنا معاك وقول لنا فيه ايه؟ الكلب الظابط اللي كان فاكر نفسه يا مهنا ويا مهناك وناطط لنا في كل عمليه، واخر المتمه استجرى ومد يده وقتل اخويا جابر. كان لازم نجيبه خبره صح صح. وعملتوا فيه ايه؟ ولا حاجه، ذبحنا له مرته وبعد كده قتلناه ورمينا جثته للسمك. يستاهل قتل القتله دي. ايوه يستاهل يستاهل. الله يرحمه. بتقول ايه؟ انا قصدي اقول الله يرحمه غرف دهي ميل وسجيني. لا تاني يا واد يا واد يا واد يا ولد صغر سني وانا بالهوى يا واد يا واد يا واد يا ولد من صغر سني وانا بالهوى انا محمد حسام فين؟ حسام فين يا محمد؟ حسام فين؟ بنتي فين؟ سلمى فين يا محمد؟ انت يا محمد سلمى فين؟ ما تنطق بنتي سلمى فين؟ انطق. زوز، ايه رايك في شقتنا الجديده؟ شكلها وشها هيبقى حلو علينا. يلا هعمل لك الغدا. لا يا حبيبتي ماليش نفس. ليه مالك؟ انا جيت بس عشان اقول لك حضري لي شنطه عشان لازم امشي على طول. حضر لك شنطه. انت رايح فين؟ مفيش يا حبيبتي اصل ايه يا معتز؟ في ايه؟ حسام وسلمى مالهم؟ ناس طلعوا عليهم هما في الغردقه وضربوهم. طب حصل لهم ايه؟ حسام في العنايه المركزه وسلمى تعيش انت. لا حول ولا قوه الا بالله. انا لله وانا اليه راجعون. ايه اللي انت عملته ده يا سي منير؟ يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم على الصبح. ايه الدخله دي؟ مفيش صباح الخير؟ وهيجي منين الخير؟ الله، مالك يا بنتي في ايه؟ ده اخوك اللي من لحمك ودمك، تمضيه على ايصال امانه. مش عيب عليك يا منير؟ الله 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 الله. انت عرفت ولا ايه؟ هو في حاجه بتستخبى؟ يا بنت انا بضمن حق انا وانتي، احنا اخوات شقايق، الشرع بيقول كده. بقى الراجل متعشم فيك خير تقوم تذل نفسه وتمضيه على ايصال امانه يا منير؟ اخس عليك. وطي صوتك يا بنت شويه ولمي نفسك في ايه يا منير؟ هو انا لسه عملت حاجه؟ وديني وما اعبد، لا كون قايله للحاج وحكياله له على كل فضايحك، واللي يحصل يحصل. اعملي اللي انت عاوزاه واعلى ما في خيلك اركبيه يا منيره وانا حر. ماشي ماشي يا ابن ام وابويا، انا هوريك انا هعمل ايه. الله يرحمك يا حسام بيه، انت ومراتك ياما حذرته، قلت له يخلي باله من منصور، استهون بكلامي وادي النتيجه. جرى ايه يا طاهر؟ امسك اعصابك لحد ياخد باله من حاجه. ده انت في عش الدبابير، دول علم ديابه. وهدان طاهر، انت زفت يا طاهر، انتم نمتم؟ ايه امرك يا سيدي الناس؟ هات لي قزازه شمبانيه، اصل ما جاينيش نوم واصل، عاوز احتفل على روح المرحوم النهارده. اوامرك يا سيدي الناس. قوام. الله يرحمك يا حسام باشي، على اخر الزمن هفرج ويسكي وشمبانيا على روحك. قوام يا طاهر. ازاي يا حيوان تخون اخوك وتكتبه وصل امانه؟ وايه الغلط في كده؟ مش المبلغ اللي طلبه خده؟ هو تاجر من التجار اللي متعامل معاهم، ده اخوك. انا ما عنديش في السوق اخوك ولا ابوك، ان كنتوا اخوات تتحاسبوا. هتفضل طول عمرك جشع واناني. هو بلاش احافظ على حقي وحق اختي شقيقتي. اختك منيره شقيقتك اللي بقالك 3 اشهر ما اديتهاش شهريتها.
يابا انا عملت معاها كده علشان شايف جوزها قاعد على القهوه طول النهار شافت بطنه ومعدي، لا شغله ولا مشغله، وبالمره شد عليه شويه. شد عليه ولا تشفطهم لحسابك يا ضلالي؟ انا يابا مش حرامي، ما سرقتش حد. لا انت فعلا سرقت، لانك حاسبتني على شهرية منيرة ال3 شهور اللي فاتوا وضربتهم في جيبك. مش في جيبي يابا، انت ما تعرفش حاجه. انا البت منيره ديت عبيطه وجوزها عبيط، رحت مدبسها معايا في جمعيه كده 3 اشهر وافاجئها الاخر. انت كذاب وحرامي، وانت طول عمرك بقى بتميز معتز بن سميحه عننا. انت اللي طول عمرك غبي واناني وعندك عقد نقص. عقد النقص دي اتعلمتها منك ومن انانيتك ومن ظلمك لينا. اخرس يا كلب. اوعى تمد ايدك عليا تاني، من الصغير انا كبرت. كبرت على ابوك يا سافل، بترفع ايدك عليا وعاوز تضربني. انا بدافع عن نفسي، انا دلوقتي عندي 45 سنه، من الصغير انا مش لسه في حضانه. يا ريتني ما قابلت امك ولا خلفتك. انت ها قلبي شويه قلبي ما بدل قلبك ضعيف كده بتدخله ليه معاك في خناقات؟ اتفضل يا سيديان. وهدان قوم يا سيديان. اقعد. قول لي يا وهدان، انت ايه اللي جاب لك تقعد حدايا هنا وانت عارف زين ان الحكومه بتدور علي وممكن كلنا نروح في داهيه؟ انت صحيح ما خبرش انا عملت كده ليه؟ انا اقول لك، وانا عاوز اسمع. انا زي ما انت خابر وحداني، بوي ميت وامي هتشتغل خدامه حداكم في البيت الكبير، وانا صغير كنت انت دايما بتلعب معاي زي اخوك، واما كبرت خدتني معاك مصر ام الدنيا. لا عمرك استكبرت علي ولا استعليت ولا اتنكرت علي زي بقيه الخلق، دايما كنت ظهري وحمايتي، اكل واشرب وانكسي من خيرك انت، وانت على قلبك كل ده زي العسل. بعد ده كله عايزني اهملك لوحدك في شدتك؟ يا سيدي، ده انا ابقى قليل الاصل وناكل للجميل. للدرجه دي بتعزني يا وهدان؟ لا اكتر بكتير. انا عندي استعداد احط حياتي في كفي واعرض نفسي للموت، ولا ان مخلوق يمس لك طرف. تعرف يا وهدان، انت كبرت بنظري قوي بعد الحديد دي مش حديد يا سيدياب، مش حديد، دي الحقيقة، وانا مهما عملت مش هوفيك حقك. ربنا يخليك لي يا وهدان. ويخليك لينا يا كبير. بصحتك. بصحتك.
الحمد لله، الحمد لله يا رب. الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. الحمد لله على السلامة يا حسام. حسام يا حبيبي، يا حسام انت فقت. الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. رد عليا يا حسام، رد عليا يا حبيبي. حسام رد يا حسام علينا، طمني يا حسام وقول اي حاجه. استنوا عليه شويه، استني عليه شويه يا حبيب قلبي. الحمد لله يا رب. حبيبي حبيبي يا ابني، الحمد لله. سلامتك يا حبيبي، الف سلامه. يا سلام بالشفي. تسلم ايديك يا ابني. تحب احميك؟ لا لا بلاش دلوقتي، خليها بعدين. طيب اللي تشوفه يابا، بالاذن. بقول لك ايه؟ اخوك كامل فين؟ تلاقيه متلجح على القهوه، ما انت عارف لا شغله ولا مشغله. مالكش بركه الا هو. ده مهما كان اخوك الصغير ده غلبان، ملوش حد بعد الا انت. خلاص بقى، خلاص ما تكرهنيش فيه اكتر ما نكرهه. خلاص هخلي بالي منه عشان انت عايز كده. ما تقلقش، انا اهم حاجه عندي دلوقتي ان انت تنام وتستريح. فعلا انا عايز انام واستريح. حبيبتي يا ماما، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. البقاء لله يا عصمة هانم. طب والله أنا حزينة عليها أكتر من حزنك عليها. وانت ايه يا حبيبتي، ايه اللي حزنك؟ ما انت ابنك عايش والحمد لله. قصدك إيه يا عصمة هانم؟ اصل انت عارفه كويس قوي. ده أسلوب تكلميني بيه وأنا جاية أعزيكي ببنتك اللي هي كانت مرات ابني. اديكي قلتي كانت. ما تجيبي من الآخر وتقولي أنت عاوزة إيه بدل ما أنت عمالة تلفي وتدوري في الكلام. عايزه اقول ان ابنك سياده المقدم المحترم هو السبب في موت بنتي. حسام؟ وفي غيره. كان وشه أزم السعد علينا كلنا. يا ماما ما يصحش كده. اسكت انت. يا طنط اللي حصل ده كان قضاء وقدر، واللي حصل لحسام ما كانش شويه. ما تقلقيش، بكره يقوم لكم زي الجن. لا أنت زودتيها قوي يا عصمة هانم، بس أنا عارفة إن الضنا غالي وعشان كده هقدر موقفك. عن إذنكم. ثواني يا طنط، هاجي اوصل حضرتك. لا يا حبيبي كتر خيرك، أنا نازلة لوحدي. حقك عليا يا ماما. ولا يهمك حبيبتي. أنا آسفة. ما كانش صح يا طنط انك تكلمي ماما بالطريقه دي، وخصوصا يعني انها في بيتك. يا شيخه انت رخره. انا داخله اوضتي. الحمد لله على السلامة يا حسام، نورت بيتك. ايه يا حسام؟ بقول لك نورت بيتك. توحد الله كده. لا اله الا الله، لا اله الا الله. انا عارف ان الصدمة كانت شديدة، بس ده قدر ربنا ولازم نقبله. نعم بالله، نعم بالله. طب بقول لك ايه، ما تيجي تقعد معانا في البيت اليومين دول، على الاقل تبقى وسطنا. لا اله الا الله، لا اله الا الله. انا هبات هنا يا محمد مع سلمى. استهدى بالله بس يا حسام. سلمى هتقعد مع سلمى ازاي بس؟ انت مش مصدق ان انا هبات مع سلمى؟ والله هبات مع سلمى.
فاكرني مجنون صح؟ اخوك ما اتجننش، ابات مع سلمى وانت روح. سامع صوتها تندهلي لي جوه، روح انت عشان ادخل لها. سام اديني جيت البيت يا ستي. انت فين بقى؟ فين؟ سبتيني لوحدي ومشيتي؟ كده يا سلمى؟ وانت عليكي؟ بس مش انت اللي غلطانه، انا اللي ما عرفتش اعمل لك حاجه. بس والله العلي العظيم غصب عني، غصب عني، غصب عني يا سلمى، والله والله غصب عني يا حبيبتي، غصب عني، غصب عني، غصب عني يا سلمى. ايه يا جماعه؟ معتز. طب قولي بقى عامل ايه دلوقتي؟ انت ايه اللي جابك؟ ليك عين تيجي بعد العمله السوداء اللي انت عملتها دي؟ انا يا منير؟ ايوه انت، مش انت اللي رحت وقلت له موضوع ايصال الامانه اللي حصل ما بينه وما بينك؟ والله العظيم ما حصل. اخص عليك يا ابو نسب، اخص. كل ده يطلع منك انت يا ميزو. تعرف تسكت انت خالص؟ يا جماعه بقول لكم والله العظيم ما حصل. اعملهم عليا، اعملهم عليا يا معتز، واشفط بطنك وعدي واعمل نفسك ما عملتش حاجه خالص. عيب كده يا منير، احترم نفسك يا اخي. طب قسما انا اللي حكيت لبابا. يا نهارك اسود يا منيره، اخص عليكي، دي برضه عامله تعمليها. وانت مالك انت؟ اخواته بيتكلموا مع بعض، انت ايش حصلك؟ ليه كده يا منيره بس؟ ما انت عارفه ان بابا تعبان. بقى انت اللي عملت كده يا وش المصايب. الهي يجيلك انتفاخ في بطنك ما تعرفي تعدي ان ما وريتك. وقلت له كمان ان انت بقالك مده ما اديتنيش الشهريه بتاعتي يا ضلالي يا حرام. عيب كده يا منيره، ده اخوك الكبير. ايوه صح، عيب كده يا منيره، ده اخوك الكبير مهما كان منير، عيب، ما يصحش تكلميه كده ابدا. ماشي يا منيره، ان ما وريتك ما بقاش انا. بعد اذنكم انا اخش اشوف بابا. يعني كان لازم الغردقه دي يا ابوي؟ اصل الدكاتره اللي هناك متعلمين ومتنورين، اساتذه كبار احسن من اللي حدانا هنا. وهتقعدوا لحد متى يا ابوي؟ مش هنعوجه ان شاء الله، اول ما اطمن عليها وعلى اللي ببطنها هنعاوده طوالي. ما تجيب لي معاك مشبك وانت زي ابوك. واه ليه؟ وانا قلت لك ان رايح مولد؟ جاك ضربه ببطنك. يلا يا حكمت. انا جايه ها. ترجع بالسلامه يا ابوي. ترجع بالسلامه. ما تغيبش علينا. مع السلامه يا ابوي. ما عاوزينش حاجه من هناك. وهيعوزوا ايه؟ ما كل حاجه حداهم. عاوزينك ترجعي لنا بالسلامه يا حكمت. خدي بالك من نفسك ومن اللي في بطنك يا حكمت. يلا يا بنتي على بركه الله. يدك يا ابوي. مع السلامه يا ابوي. والله ولفيتي على الكبير زي الحياة يا حكمت. كيف حالك حسابي؟ السلام عليكم يا فندم. انت من امتى بتدخن؟ المؤاخذة يا باشا. وعصبي كده ليه؟ عصبي كده ليه؟ ابدا يا باشا. كل ما هنالك ان انا ضابط شرطه، مراته اتذبحت قدام عينيه ووقف زي معرفش يعمل حاجه. ادي كل الحكايه. حسام انا مقدر موقفك وفعلا عايز اساعدك. لو سعادتك عايز تساعدني يبقى تستعجل اذن النيابه وتؤمر معاليك باقتحام الاماكن دي.
ايه الاماكن دي؟ دي الاماكن اللي احتمال يبقى مستخبي فيها دياب ابن منصور البطاش. عملت تحريات على الاماكن دي قبل ما يقتحمها؟ من غير تحريات يا باشا، انا متاكد من اللي بقوله. متاكد؟ ده كلام يا حسام. انت عارف ان احنا بنشتغل بالطريقه دي؟ يا فندم انا مش ضابط شرطه بيجيب حق دوله. انا بني ادم مدبوح، مدبوح يا باشا، وجرحي بينزف، ومش هيهدى لي بال غير لما اخد حق مراتي من اللي ذبحوها بسكينه تلمه قدام عيني. حسام روح دلوقتي وهدي اعصابك وسيبنا نشوف شغلنا. مش هرتاح يا فندم ولا هيهدى لي بال غير لما اخد حقي، ولو ما خدتوش بالقانون سامحني هاخده بايدي. حسام ما تنساش انك ضابط شرطه والمفروض تحافظ على القانون مش تكسره. والعداله البطيئه ظلم، العداله البطيئه ظلم، وربنا ما يرضاش بكده. ومش هستنى لما تجيبوا لي حقي ده، لو عرفتوا تجيبوه يا باشا. انا مش هحاسبك دلوقتي لاني مشفق عليك. انا مش عايز حد يشفق عليا، ولا عايز اصعب على حد، ولا حد يعطف عليا. انا عايز حق مراتي يا فندم، والا قسما بالله هاخده بايدي. حسام انا بعاملك لغايه دلوقتي كابني، ارجوك ما تضطرنيش ان انا اعاملك رسمي. حاضر يا فندم. سيادة المقدم ما تنساش انك بتكلم لواء. وسعادتك ما تنساش انك بتكلم بني ادم. تمام سعادتك. اللي قول يا كبير. ايوه يا دكتور يهدي اللي هنلاقوه في البحر ده كله. صبر اصبر يا بيه. منوره يا ست حكمت. بنورك يا طاهر. سايبنا وقاعد لوحدك ليه؟ انا مش لوحدي. طب يا حبيبي تعالى اقعد مع ماما ومحمد عشان نبقى مطمنين عليك. متقلقيش عليا يا شاهين، انا كويس. ايه يا حسام السجاير دي كلها؟ وايه الدخان اللي انت عايش فيه ده؟ حرام عليك صحتك. كده احسن كتير. حسام انا مقدره حزنك ومشاعرك على سلمى الله يرحمها، وعارفه انت كنت بتحبها قد ايه. وانا كمان سلمى كان بالنسبه لي صاحبتي ومرات اخويا واخت جوزي، وربنا وحده اللي يعلم انا موجوعه عشانها قد ايه. عشان خاطري يا حسام، عشان خاطري ما توجعش قلبنا. ما هي بقى المصيبه مصيبتنا كلنا مش مصيبتك لوحدك. لو بتحبني تعالى اقعد معانا عشان خاطري. لو انت بتحبيني ما تضغطيش عليا، سيبيني انا كويس. مش هسيبك. ايه رأيك بقى؟ حسام لسه في ناس متعلقين في رقبتك ومحتاجينك، وانا اولهم. اصل انت مش اخويا الكبير وبس، ده انت ابويا اللي انا اتحرمت منه،
وصاحبي اللي لا عرفته لا في مدرسة ولا في شارع ولا في نادي. انت اللي انا اتربيت على ايده وفتحت عيني وشفته، وسندي وضهري في الدنيا دي، ولسه محتاجالك. حياتي يا حسام، وحياتي تعالى اقعد مع ماما، وانا هسيب الدنيا كلها وهاجي اقعد معاك. وبيتك وجوزك دول اهم مننا كلنا دلوقتي يا شاهين. اتفضلي اتفضلي يا بنتي. دياب، الحمد لله على السلامة يا دياب. الله يسلمك. مش كنت تقول لي يا ابوي عشان اعمل حسابي؟ قلت اعملها لك مفاجأة. احلى مفاجأة في الدنيا كلها. هاخد طاهر ووهدان ونطلع مشوار على البر. معاك حق يا كبير. وحشتك قوي قوي قوي. يعني انت برضو مصمم؟ عشان خاطري ما تضغطيش عليا وتوكلي على الله، سيبيني لوحدي. حاضر يا حسام، مش هضغط عليك وهسيبك لوحدك، بس لازم تبقى عارف ان احنا موجوعين عشانك قوي وتعبانين بسببك. طب اجي اقعد انا معاك؟ ابوس ايدك ما توجعيش قلبي بقى وتوكلي على الله. شوف صاحبك. اتعلم عليا، اتعلم عليا يا معتز. ما عرفتش احميها وراحت من بين ايديا. ايه يا حس، قدر الله ما شاء فعل يا اخي. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ده انا ما صدقت لقيتها وقلت ربنا بيعوضني على اللي فات. تقوم تتذبح قدام عينيا واقف مش عارف اعمل حاجه. انا اسف والله العظيم، اسف. بس انت ما غلطتش يا حسين. لا ما تقوليش ما غلطتش يا معتز، قول لي اني غلطان وخايب وعرفتش ادافع عن مراتي، او طلع طبنجتك واضربني طلقه وبعتني ليها. لو انا بجد صاحبك واخوك لازم تساعدنا يا معتز. لازم اخد طار سلمى ميري وملكي، لازم اقطع من لحمهم حتت